لو عندك بقى لفة جلاش زي كده هاتيها، حتى لو متكسرة هتنفع الوصفة بتاعتنا النهاردة بيها. لو بايظة ومركونة عندك ليها فترة هتبقى الوصفة معاها جميلة قوي النهاردة. وكمان لو عندك كوباية ونص من اللبن، تعالي بقى هنشوف هنعمل حلا سهل اقتصادي بسيط سريع قوي قوي قوي، وطعمه في غاية الجمال، من لفة الجلاش وكوباية ونص من الحليب او من اللبن، وهتعملي اجمل حلا بجد. يلا بقى، اول حاجة هنجيب لفة الجلاش زي ما احنا شايفين كده متقطعة بقى، بايظة، ليها فترة عندك في الفريزر، كل حاجة هتمشي، كل حاجة هتمشي. تمام. بس تعالي بقى، اول خطوة هنعملها ان احنا هنقطعها بالشكل ده زي ما هي كده متطبقة على بعضها، وما تقلقيش بقى لو اتفرولت منك، عادي مش مشكلة. هنقطعها زي ما احنا شايفين كده. اخبطي بقى لايك يا عسلية، ولو لسه مشتركتيش في القناة دي فاشتركي فيها. بصي بقى، هنفرولها بالشكل ده او نفككها من بعضها زي ما احنا شايفين كده. عارفين يا جماعة مش هتاخد منكم اكتر من يعني 3 دقايق في التحضير. بصوا، في غاية في السهولة، غاية في السهولة بجد يعني. بعد بقى ما فككتها بالشكل ده، هجيب هنا عندي صينية. انا هنا استخدمت الصينية نمبر 3 في طقم البسبوسة، يعني كبيرة شوية. ممكن لو عايزة سمك الجلاش يطلع معاكي اعلى، فممكن تستخدمي اصغر واحدة او تستخدمي الوسط. بس هو عامة يعني دي مناسبة قوي ليه وحلوة قوي. هبتدي بقى ادهنها كده بملعقة من السمنة او الزبدة او الزيت المتوفر عندك. يعني بصي ما توقفيش نفسك على اي حاجة. وهبتدي كده بالشكل ده على طول احط فيها كل كمية الجلاش اللي عندي زي ما احنا شايفين. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اساوي الاطراف بتاعتها علشان ما تبقاش كده ايه، يعني منعكشة في كل جانب، فعشان تبقى كده حلوة ومتساوية معايا زي ما احنا شايفين كده. مش بضغط عليها قوي يا جماعة، انا بس بضغط هنا على الاطراف علشان تتساوى معايا وتبقى شكلها كده لذيذ. بصوا زي ما احنا شايفين كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنجيب حوالي ربع كوباية من السمنة، ونبتدي نوزعها بالشكل ده. انا هنا كنت عاملة حسابي على اساس نص كوباية، لكن ما اخدتش الكمية كلها. طيب ينفع زيت، ينفع زبدة، ينفع اي حاجة، ولكن بالسمنة طبعا ليها طعم تاني. تمام. هبتدي بقى ان انا اوزعها بالشكل ده زي ما احنا شايفين على وش الجلاش. ليه بقى؟ علشان لما تحمر معايا تاخد معايا لون جميل قوي كده من فوق، والسمنة دي هتورق لي الجلاش من جوه ومش هتخليها مكتوم. تمام. زي ما احنا شايفين كده، يا دوب بس كده طبطبة بسيطة قوي بالفرشة. ودلوقتي بقى هدخلها على درجة حرارة عالية، على درجة حرارة 200 في الفرن، لمدة يعني من حوالي من 10 دقايق ل 15 دقيقة، على حسب بقى ما تحمر معاكي. احمرت من تحت شغلي لها الشواية. لو عندك كمان المروحة هتبقى أفضل معاكي كتير. دلوقتي بقى كوباية ونص من اللبن، عليهم 4 ملاعق كبار من السكر، وعليهم كيس من كريم كراميل. هاخد الكريم كراميل بس وهسيب العسل بتاعه، وهدوبهم كده وهقلبهم كويس قوي لغايه ما يدوبوا على البارد، وهرفعهم دلوقتي على النار. ايه ده يا كراميل؟ هو احنا مش هنسقي الجلاش بعد ما يطلع من الفرن؟ مش هنسقيه بالعسل بتاعه المعروف اللي هو بقى ميه وسكر وفانيليا وليمون؟ لا، احنا المره دي بقى هنسقي صينيه الجلاش بتاعنا كريم كراميل. ولكن بصوا يا جماعه، على نار متوسطه، ويدوب يغلي بقى كده غلوه والتانيه وعلى طول نطفي. مش عايزين قوامه يكون تقيل، عايزين قوام يكون خفيف خالص زي ما احنا شايفين كده. وحطيت هنا ملعقه صغيره من الفانيليا اول ما ابتدى يغلي عندي، وخلاص كده طفيت النار. كانت طبعا في الوقت ده خلاص صينيه الجلاش بتاعتي احمرت بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل الخطير ده. وهبتدي على طول انزل عليها بالكريم كراميل. بصوا يا جماعه هو خفيف قوي ازاي، زي ما قلت لكم يا دوب بس يبتدي يغلي كده، وعلى طول غلوه والتانيه ونطفي عليه، لانه مش عايزينه بقى يتكتل ويتقل معانا، لانه لو تقل الجلاش مش هيشربه حلو. تمام. بصوا بقى طعمها يا جماعة بجد خطير في حتة تانية، وهوريكم كده طريقة حلوة للتقديم. ممكن تقدميها طبعا بأي طريقة انت حباها، ولكن الطريقة دي حلوة قوي، هتشوفوها في نهاية الفيديو.
دلوقتي بقى بعد ما كبيت عليها كده وشربتها كل كمية الكوباية ونص اللبن اللي انا عملتهم، هبتدي ان انا اهزها بالشكل ده علشان تتغلغل فيها في كل قطعة وفي كل حتة في الجلاش، وابتدي اغطيها مدة قد ايه يا كراميلا؟ مدة نص ساعة. بعدين هدخلها التلاجة على الاقل ساعتين. بعد كده ابتدي بقى ايه ان انا اطلعها. قطعتها هنا بالسكريبر ولو بالسكينة طبعا عادي، وهقدمها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي. انا هنا قطعتها مثلثات، ممكن تقطعيها مكعبات او اللي هو مربعات يعني، ممكن تقطعيها اي شكل انت حباه. وبعدين ضيفي عليها بقى اللي انت عايزاه. انا هنا هضيف عليها كريم كراميل، اللي هو بقى ايه يا جماعه؟ اللي هو العسل اللي بيبقى معاه، بس ده كان كريم كراميل انا عاملاه في البيت. تمام. بصوا ده صوص بقى الكريم كراميل، كان طعمها يا جماعه خطير قوي. ولو لسه بقى معايا في الفيديو لغايه هنا، فما تنسيش حقي عسل اللايك والشير للفيديو لو عجبك. ولو شايفه ان المحتوى بتاعي مفيد ويحتاج كده الدعم ويستاهل الدعم، كمان كومنت كده حلو منك، وسبسكرايب للقناه لو لسه اول مره بتشوفيني. انا كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. اتمنى يا قمر تشرفيني في القناه. بصوا بقى قطعتهم كلهم بالشكل ده وقدمتهم بالشكل الرهيب ده، وحطيت عليهم كلهم كده من صوص الكراميل زي ما احنا شايفين كده. سهلة سريعة مغذية جدا، وصفة جميلة بالجلاش، حاجة كده مختلفة عن الجلاش اللي بالسيرب العادي اللي هو الشربات العادية. وطعمه يا جماعة بجد ألذ بكتير قوي قوي. ميكس الكريم كراميل والصوص كمان بتاع صوص الكراميل مع الجلاش طعمه خطير خطير. انا واثقه من حلاوتها وجمالها وسهولتها وطعمتها. هتقوموا تعملوها دلوقتي ومش هتستغنوا ابدا عن الطريقه دي. وباي لفه جلاش موجوده عندك هتنفع جدا جدا. حتى لو جلاش موجود عندك من ايام رمضان كده وفي الفريزر ومحدش حابب ان هو يعمله او مش عارفه تدخليه في اي وصفه، فالوصفه دي بجد